اهلا يا برج العذراء، كل سنه وانتم طيبين. النهارده هنعمل قرايه مختلفه شويه. النهارده هنقسم القرايه لعشريات عشان يبقى معانا طاقه اكبر وناس اكتر. فاحنا هنعمل ايه القرايه عن ايه الشعور اللي بتعاني منه في الوقت الحالي يا برج العذراء، وايه الذكر اللي تردده الفتره دي عشان تتخلص من الشعور ده. يلا بينا نبتدي بالعشريه الاولى. العشريه الاولى يا برج العذراء. العشرية الأولى برج العذراء، الذكر اللي محتاجين يرددوه. آم، بص يا برج العذراء، واضح ان انت بتعاني من الغضب، من العصبية، من تحفز، قاعد بتراقب حد، في عندك مصمم على حاجة عايز تعملها بس انت لسه ما نفذتهاش. بس الأكترية ان انت عندك غضب، عندك آه، هم، عندك كرب، عندك بس غضب تجاه حد وغل وعصبية تجاه حد، او تجاه حاجة، مش لازم حد. فدي اكتر حاجة تعباك الفترة دي يا برج العذراء. بس خلي بالك، دي اكتريتها من ممكن يكون من كلام الناس اللي حواليك، بتسمع لهم كتير فبيسخنوك. انت محتاج انت تشوف انت رأيك ايه، وما تغيرش مبادئك باختيار الشخصيات، او ما تغيرش رأيك بمعنى اصح باختيار الشخصيات او باختيار المواقف. ده اللي انت محتاج تتخطاه. بس ايه هو الذكر اللي انت محتاج تطهره؟ انت محتاج تطهر القلب من الحزن، أسى، القسوة على النفس كمان، والتوتر بالله الحق، اسم الله الحق، وذكر اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. 3 مرات الصبح و3 مرات بالليل، او في اي وقت. في ناس تحب تعملها مثلا 100 مرة بعد كل صلاة، بحيث ان التطهير يبقى اقوى واعمق او اسرع. كل ده بيرفع البلاء عنك يا برج العذراء، ويطهر القلب ان هو يبقى اهدى واحسن، فيستقبل الحلو مش يستقبل المواقف والاشخاص اللي هم يضايقوك او يعصبوك او يتعبوك او يوتروك. فاهمني؟ الله أعلم. يلا العشرية التانية، برج العذراء، المشروع بتاعي مني عشرية تانية. الشغل عادي. أنا عايزة أحاول أخليها تبقى باينة أهي. هو ايه اهو، ايه الذكر. بصي يا برج العذراء، الشيء التانية، انت عندك اندفاع، عندك تهور، عندك عصبية بتخليك تغلط، بتخليك ممكن ناس تزعل منك كتير. انت متهور ومندفع، بتطير على طول على حاجة، ما بتفكرش، ما فيش تأني، ما بتفكرش من قبل ما متسرع، من قبل ما تاخد الأكشن. آم، ايه ممكن يكون ده بسبب هموم جواك، ممكن يكون ده بسبب، هو مش لازم الحاجة اللي تبقى جوايا ممكن تنعكس عليا بأفعال مش حلوة، ان انا من كتر ما انا غضبان من جوايا فابقى متهور مع الناس، او ان انا اغلط في الناس، او ان انا آم، ابقى مندفع ناحية الحاجات بطريقة رهيبة، وانا مش ما فكرتش في الموضوع كويس، وفي الاخر الاقي نفسي اتدبيت فيه. بس فانت محتاج، ممكن تكون بتعاني من قلة تقدير للذات ونظرة سلبية للذات. انت بتبص لنفسك بطريقة مش حلوة يا برج العذراء. زي ايه؟ هتقولي لا، هقولك لا. مثلا بتلوم نفسك، بتقول لا، هو انا ازاي عملت كده؟ ليه شكلي عامل كده؟ لا، ده انا محتاجه اخس، محتاجه اتخن، محتاج مش عارفه ايه. على طول شايف نفسك ولايم نفسك على حاجات انت يعني
عملتها زمان وخلاص وتعلمت منها. بتلوم نفسك في كل حاجة شيء، يعني بتشوف نفسك بطريقة ممكن تكون ما عندكش ثقة في نفسك شوية في حاجات، لا مثلا الشغل ده مش هينفع، مش هقدر عليه. فده يعني دي كلها حاجات احنا بنقولها او بنعملها مش بتبين قد ايه احنا جوانا قلة تقدير لذاتنا او فكرة سلبية عن ذاتنا. تمام. فانت محتاج ان انت تردد اسم الله، هو ده بهدوء كده الله، وعشان تطهر كل المشاعر ديت. في ناس عندهم مخاوف جنسية او عندهم كمان نظرة خاطئة للجنس الاخر ولجنسهم ايا كان بنت او ولد. فانتوا محتاجين اسم الله، تحط النية كده وتبتدي تردد عشان تتخلص من كل النظرة السلبية تجاه نفسك وتجاه الجنس الآخر دي باسم الله. والله الحق عشان تطهر القلب من الحزن والأسى والقسوة على النفس والتوتر. دي أكتر، الله الحق والله هترددهم 100 مرة بعد كل صلاة، ومش لازم كل صلاة بس رددها كتير، يعني خلي ده الورد بتاعك الفترة اللي جاية دي عشان يطهر المشاعر دي. بس حط النية وانطلق. تمام. تعالوا نشوف يلا العشرية الثالثة، برج العذراء. في شعور يعني الذكر محتاجه موجود العشرية الثالثة لبرج العذراء. معلش يا جماعة الورق وقع. بينزل لك حاجات كتير قوي. بص يا برج العذراء، ان العشرية التالتة هم حاسين بقلة تقدير للنفس قوية جدا، بعدم حب للذات قوي جدا. حاسين ان هم زعلانين متضايقين محبوسين. ممكن تكون حاسس ان انت ماديا مش قوي، مش شايف نفسك، مش شايف نجاحك، حاسس انت مش مسامح نفسك على حاجات كتير عملتها. مش مسامح نفسك على اخطاء عملتها تجاه نفسك وتجاه الاخرين، او اخطاء ناس تجاهك، او مواقف اتصرفت فيها غلط. انت مش مسامح نفسك، انت محتاج تسامح نفسك، بالذات العشرية التالتة الموضوع قوي انا قوي عنده. في حاجة تانية، انت عندك مشكلة انك بتقيس قيمتك الذاتية بقيمة الفلوس اللي معاك، وده مش ده اللي بيحصل. هو المفروض انا قيمتي ملهاش علاقة بحجم المادة اللي معايا او بحجم الفلوس اللي معايا، لان ده بيبقى مجرد مشاعر، شعور بالرفض. فبحس ان الانسان بيحس ان هو لو مش معاه فلوس الناس هترفضه، وده ملوش اي اساس من الصحة. فبيبتدي يجمع عشان يحس ان هو مش مرفوض، بيجمع حاجات دنيوية هي دي تبقى معاه عشان ما يحسش بده، ما يحسش ان الناس بترفضه. فمنها بيبقى المال، منها بيبقى الشكل الحلو، منها بيبقى حاجات كتير قوي. لفت الانتباه، اتحط في مكانة اجتماعية معينة مكانة مادية معينة. بس وانس ان كل ده مش موجود، هو بيحس ان هو ولا حاجة، وده غلط جدا يا برج العذراء. انك تعمله في نفسك. ليه؟ لان انا قيمتي الذاتية، قيمتي كبني ادم ملهاش علاقة بالوسائل اللي ربنا بيدهاني عشان اتبسط في الحياة او عشان اعيش او عشان اكمل حياتي. وطول ما انت في الحالة دي ربنا بيفضل موقف لك القصة دي لحد ما تفهم كويس، عشان لما يديلك الحاجة والعطاء من عنده يبقى ليه نتيجة وليه أثر عليك حلو. فأنت محتاج تسامح نفسك وتحط نية مسامحة الذات، وان انت ترفع اليقين بتاعك، والاعتراف انك ظلمت نفسك. الاعتراف لازم تعترف انك ظلمت نفسك، سواء انت واعي لحاجة زي كده او مش واعي، وتقول لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين، ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم، وبسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيئا في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم. دي الحماية من اي حاجة. واضح ان في حبة منكم فيهم حسد، في طاقة حسد او حاجة مش حلوة حواليهم، فمحتاجين يقولوا الذكر الاخير. اهم حاجة تحط النية وتقول الذكر، ممكن 100 مرة بعد كل صلاة. قولولي ايه رأيكم في التعليقات، وهل نكمل القراية بالشكل ده كل اسبوع، ونشوف ايه الاوراد المفروض نقولها خلال رمضان. ومستنيكم. باي باي.